قتلى وجرحى في معارك ضارية بين الحوثيين والجيش بمحافظة صعدة منذ ليلة أمس. في حوار خاص لأخبار اليوم مع ممثل الحقوق والحريات بقناة الجزيرة سامي الحاج، يعتبر محاولة اغتيال عبد السلام الحيلة المواطن اليمني في غوانتنامو وصمة عار في جبين الحكومة اليمنية. خلافات الخبج والنوبة تجزئ مظاهرة ردفان إلى مسيرتين وتنهيهما بالانسحاب. مقتل 4 نساء و3 أطفال في انفجارين فجر اليوم جنوب وغرب العاصمة العراقية بغداد، كما صدر حكم بالسجن 7 سنوات على كل من حسن المجيد وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. بالسلام النهاري، محافظة البيضاء، اليمن.